يلا نحضر أطيب فطور صحي مليان شوكولات وقيمة غذائية وطعمه عن جد كتير زاكي، مناسب لخسارة الوزن ومقاومة الأنسولين. فيلا نشوف الطريقة سوا. في البداية رح نحتاج لشوفان. يفضل الشوفان يكون انه بيستوي بسرعة. في انواع شوفان ما بتستوي، يعني بتحتاج وقت طويل على النار، فهذا النوع اللي استخدمته بيستوي بسرعة، او في شوفان سريع التحضير. نضيف 4 ملاعق منه، حنضيف عليهم ملعقة كبيرة من بذور الشيا. طبعا بذور الشيا غنية بالأوميجا 3 اللي هي من الدهون الصحية وجدا مفيدة لصحة الهرمونات. ضفت شوية من القرفة علشان تنظم مستويات سكر الدم، وكمان طعمها كتير زاكي. لنحلي الوصفة أكيد ضفت شوية ستيفا. بالنسبة للكاكاو البودر هذا اختياري إلكم لو بتحبوها بالشوكولات. أكيد حنضيف كوب من الحليب. ضيفوا الحليب اللي انتم بتحبوه، ممكن حليب جوز الهند أو أي نوع انتم بتحبوه. ضفت أنا العادي قليل الدسم، ونحطها على النار ونحركها لما نصل لهذا القوام المطلوب، وكتير هيك بتكون مناسبة. وحنضيفها في طبق التقديم ونزين بالإضافات اللي احنا بنحبها. حبيت أزينها بالفراولة. ضروري ننتبه على سعرات الفواكه اللي احنا رح نضيفها على الشوفان. ممكن تتحول من وجبة لخسارة الوزن إلى وجبة زيادة وزن بسبب الإضافات اللي احنا ممكن نضيفها فقط على الشوفان. فالإضافات اللي حنضيفها هي اللي بتحدد هدفنا لخسارة الوزن. فالفراولة معروفة إنه كميتها جدا كبيرة مقارنة بالسعرات الحرارية الموجودة فيها. غير هيك إنه فيها مضادات أكسدة بتساعد على تقليل الالتهابات بالجسم. فأضفت الفراولة. ممكن تستخدموا توت، أي نوع من الفواكه اللي كميتها كبيرة مقارنة بالسعرات الحرارية. لأضيف مصدر دهون صحية بالوجبة، حبيت أضيف بينات باتر اللي هي زبدة الفول السوداني. استخدموا أي نوع زبدة فول انتم بتحبوها. أهم حاجة ما يكون فيها من محتوياتها سكر، فقط تكون معمولة في زبدة الفول السوداني. وبكل سهولة الفطور صار جاهز. حبيت أضيف للتزيين شوية بذور القرع، وهيك صار الفطور جاهز. بأخده مع قهوة، انتو بتقدروا تاخدوه مع اللي انتو بتحبوه. بالعافية عليكم.